السلام عليكم. خلصت الموسم الثاني من مسلسل اركين اخيرا ومفيش وقت، هنتكلم بحريه حرق على طول. مش محتاجين نقول ان الموسم الاول كان عظيم من حيث كل حاجه، القصه والرسم والانيميشن وكمان الفويس اكتنج اللي كان عظيم جدا من كل الشخصيات، وخصوصا جينكس قلبي احسن شخصيه في المسلسل. نفس الكلام ده حصل في الموسم الثاني، الانيميشن اللي مفيش زيه واللي علق على نفسه جدا، بالذات في مشاهد الاكشن والرسم بتاعه والالوان. المسلسل هيبهرك بصريا. الموسم الاول قفل قفله تخليك تكسر الشاشه اللي انت بتتفرج عليها، يعني في وسط كده ما خلاص جينكس هتفجر المدينه وبالفعل ضربت الصاروخ. الحلقه خلصت خلاص، الموسم خلص، استنونا كمان 3 سنين. بيبتدي بقى الموسم الثاني بالانفجار اللي سببت فيه جينكس واللي تسبب في موت ام كاتلين وموت بعض الاعضاء المجلس وضحايا كتير بسبب الموضوع ده. والناس في المدينة العليا شايفين ان جينكس خطر كبير جدا ومطلوبة من يعني كل الناس، وعاملين عليها مكافآت اللي يجيب جينكس. وتحت الناس شايفين جينكس ان هي رمز للثورة، خصوصا بعد ما سيلكو خلاص مات، فمفيش قائد للمدينة السفلية فمحتاجين رمز وحاجة تانية تجمعهم. فاي وكاتلين هم اكتر شخصيتين مشتتين جدا طوال الموسم ومش عارفين ياخدوا اي قرار صح، مشتتين اكتر من جينكس اللي بيقولوا عليها مجنونه، مش عارفين هما ماشيين كده صح ولا ماشيين غلط، يمشوا مع امبيسا المجنونه ولا يعملوا ايه. ولكن بنشوف برضو التناقض في ان فاي انضمت للجيش بتاع المدينه العليا. على جانب تاني فيكتور بعد ما بيرجع بيشوف ان السلام هيخلي كل الناس بدون عيوب، يصلح كل العيوب اللي في الناس والكمال هو الحل. ولكن امبيسا عايزه تستخدم القوه دي في ان هي تكون جيش لا يقهر في اساليب شريره احنا مش فاهمينها، وانا مش فاهم خالص الحوار بتاع امبيسا ده، وابنها مات ولا ما ماتش، ولو مات ازاي، والبلاك لور روز دول ايه، وميلي دي بقت ساحره ازاي. بس انا تمام، انا مبسوط يعني. وموضوع ان ميل اكتشفت ان هي ساحره في خلال الموسم ده اصلا متحضر له من اول حلقه، لما شفنا ان جيس ما تاثرش خالص بالانفجار بتاع جينكس وما حصلوش اي حاجه، لان هو ساعتها كان جنب ميل. ولو رجعت الحلقه الاولى هتلاقي ان في يعني بالظبط في اول مشهد كده في حاجات صفر كده، نفس الحاجات اللي بتطلعها ميل وهي ساحره، عشان كده جيس ما حصلوش حاجه في الانفجار ده. وبيعجبني جدا برضو التفاصيل، ان اي تفصيله في الاول احنا بنرجع لها في الاخر، وبرضه هنقول الكلام ده قدام. وفي الموسم ده عموما فيه خطوط كتيرة جدا، وبيعجبني جدا في كتابة المسلسل ان هو بيعرف يربط كل الخطوط دي في الاخر بطريقة سلسة جدا. على جانب تاني بنشوف ان المجتمع اللي ايكو عامله بيتأثر وابتدى يتلوث بسبب الهيكستيك، وبيروح بيقابل جيس ودكتور بروفيسور اللي هو هامبرندينجر ده وعشان يشوفوا حل للموضوع ده، ولكن هما بيتوهوا في الهيكس جيتس وبيحصل خلل كده وبيتوهوا في المالتيفيرس. ايكو عم همبرجر بيوصلوا لكون في احتمالات تانية. بنشوف في الكون ان المدينتين متجمعين، مفيش حدود ما بينهم، الناس كلها عايشة مع بعضها، الناس كلها سعيدة. بنشوف كل الناس اللي ماتت في الكون الرئيسي بتاعنا عايشين، وسيلكو موجود وسامح فاندر على اللي عمله فيه. جينكس او باودر موجودة، ويعني مش مجنونة ولا حاجة، طبيعية جدا وطيبة وبتساعد كل الناس اللي حواليها. ولكن المشكله في الكون ان لسه ما تمش اختراع الهيكستيك، علشان كده ايكو ما كانش عارف يرجع. بنشوف في الكون ده ان فاي ماتت بسبب ايكو في مهمه هو اللي ارشدهم ليها، ونشوف ان ده مسبب تنشانه ما بين باودر وايكو. ولكن علاقتهم بتتطور جدا والحياه جميله، وعمل كمان اختراع جديد واللي هو الهيكستيك يعني، وعمل آلة زمن ترجع 4 ثواني، ودي اللي هنشوف استخدامها بعدين. ولكن ايكو كان ممكن يسيب العالم بتاعه ويكون اناني ويفضل في عالم الدنيا فيه بيس ده، ولكن لازم كان حد يروح ويرجع ويصلح القرف اللي بيحصل فيه الكون الرئيسي بتاعنا. والحلقه السابعه دي كانت اجمل واجمد حلقه في المسلسل كله بالنسبه لي. وبنشوف برضو ان آلة الزمن اللي ايكو عملها هيكون ليها تاثير كبير في نهايه الاحداث، وده عرفك ان كل تفصيله في المسلسل ده مهمه فشخ، وكل حاجه بنرجع لها بعدين. وده بيورينا ان كل الشخصيات اللي بالفظائع اللي عملوها في ظروف تانية واختيارات تانية كانوا ممكن يعيشوا حياة سعيدة، ولكن الظروف والبيئة اللي حواليك والأحداث اللي بتحصل هي دي اللي بتخليك يعني ان انت تتعامل ازاي، انت بترياكت على الاحداث دي ازاي. هو ده اللي خلى شخصياتنا توصل لكده، عكس في الكون التاني اللي كل الحياة وبهجة، ده بسبب الاختيارات مختلفة والاحتمالات مختلفة. ولكن الشيء المشترك ان لازم يكون في تضحيات. اللي حصل مع فاي في الكون السعيد ده هو يساوي كل الشخصيات اللي عماله بتموت في كون الرئيسي، اللي هتأدي في النهايه ان الدنيا هتتظبط.
شاف بقى كمية السعادة والبهجة اللي شافها ايكو دي عكسها تماما اللي شافه جيس من بؤس وظلام ويعني قرف من اللي هو شافه في الكون اللي هو راح فيه، كون متدمر بسبب الهيكستيك، كون جيس اتعذب فيه كتير جدا عشان يرجع تاني، وده اللي سبب في شخصية جيس ملامحها اتغيرت خالص. ويعني بسبب اللي هو شافه بنشوف ان نسخة من فيكتور هي اللي بتساعده علشان يرجع الكون بتاعه ويمنع ان الموضوع ده برضو يحصل، والتدمير اللي يحصل ده ما يحصلش فيه الكون الرئيسي بتاعنا. في الحلقة الثامنة اللي ممكن تكون أقل حلقة في الموسم بنشوف جينكس منهارة بعد موت إيشا اللي أنا زعلت عليها فشخ، وبنشوف بقى التجهيز للمعركة اللي هتحصل في الحلقة الأخيرة عشان يعني يوقفوا عند حدهم اللي هم فيكتور وأمبيسا. مش هتكلم على كاتلين وفاي. الحلقة التاسعة وما أروع الختام، موسيقى وأكشن ورسم خرافي، وبنشوف إن إيكو لولا إن هو رجع في الوقت المناسب وجه ورجع الزمن كذا مرة عشان يدي جيس وقت إن هو يفهم فيكتور إن ده غلط، ويفهمه إن الكمال ضد الإنسانية. إحنا لو ما فيناش عيوب مش هنستمر، مش هنعمل حاجة، مش هنعيش، لأن إحنا بنعيش عشان نكمل العيوب اللي إحنا فيها، بنعيش عشان نصلح العيوب ديت في محاولات منا لمعالجتها إذا كان حليناها أو ما حليناش. المهم إن إحنا عايشين مش روبوتات زي ما فيكتور عايز. وبنشوف ان فيكتور فعلا بيقتنع بالكلام اللي قاله جيس، وبعد كمان ما شاف اللي جيس شافه، وبيدمروا فعلا الهيكستيك سوا. والحقيقه انا كنت خايف جدا في المشهد ده لا يرزعوا بعض بوسه كده ويعني نبوظ كل الصداقه اللي احنا فيها ديت، وقلت الحمد لله في صحاب بجد لسه. شفنا ميل ورغم كل الحاجات اللي امها عملتها ديت ولكن حاولت ان هي تنقذها من البلاك روز ولكن ما قدرتش، وامها ماتت بين ايديها. والحقيقه اتاثرت على شخصيه امبيسا دي رغم ان هي كانت شخصيه بنت. ونشوف فاندر اللي يا ريته مسيحي اللي بيتسبب في موت جينكس في مشهد، والله يعني كنت خلاص يعني هعيط، لان قلت خلاص بقى يعني الدنيا كلها اتحلت، لقيت فاندر ده صاحي كده يهربل ويرزع وراح واخد جينكس، وجينكس بتسيب دراع اختها وبتسقط وبتنفجر وبتموت هي وفاندر. وشفنا جينكس يعني رغم كل الحاجات اللي عملتها ديت فاي ما تخلتش عنها، وفاي كانت دايما عندها امل فيها. ودي الرسالة اللي المسلسل عايز يوصلها، قوة الغفران. شفنا لما ايكو راح في الكون الموازي اللي هو كان فيه دوت وشاف سيلكو مع فاندر قال له مش انت حاولت تقتله، قال له الظروف علمتنا قوة الغفران. نشوف برضو ميل رغم كل اللي امها عملته دوت حاولت ان هي تنقذها من البلاك روز وكانت هتسامحها ولكن ماتت. وبرضه بنشوف ان جيس رغم برضه كل اللي فيكتور عمال يعمله ده ورغم كل اللي جيس شافه ولكن هو كان بيحاول يقنع فيكتور انه يوقف اللي هو بيعمله ده، ما كانش بيحاول يقتله. واخيرا فاي اللي عمرها ما تخلت عن باودر رغم كل اللي هي عملته ده. نهاية المسلسل بتجمع المدينتين وخلاص ما بقاش فيه حروب، خلاص سلام، والمدينتين هيبقوا مدينة واحدة، وكل الارواح الناس اللي ماتت بنولع في ورق كده ونرميه. وكان مشهد كان عظيم جدا بصريا. مسلسل الحقيقة رحلة استمتعت بيها جدا، وتقييمي في النهاية المسلسل أركين هو 9/10، مسلسل تحفة فنية. وقول لي انت رايك في الكومنتات، وما تنساش لايك وسبسكرايب وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسلام عليكم. قول لي بقى مش بتصور.